جمالية المغرب، لوحة حضارية رسمها التاريخ والطبيعة. المغرب ليس مجرد بلد، بل هو لوحة فنية حية تمتزج فيها ألوان الطبيعة بروح التاريخ، وتتناغم فيها الحضارات كما تتناغم نغمات الموسيقى العتيقة. من طنجة إلى الكويرة، ومن سواحل المحيط الأطلسي إلى عمق الصحراء، يحكي المغرب قصة جمال لا يشبه غيره. جمالية المغرب تبدأ من تنوعه الطبيعي الفريد، فهناك الجبال الشامخة كالأطلس الكبير والمتوسط التي تكتسي بالثلوج شتاء وتتحول إلى جنات خضراء ربيعا، وهناك السهول الخصبة التي تمتد بلا نهاية تعكس سخاء الأرض وكرمها. أما الصحراء المغربية فهي جمال من نوع آخر، صمت مهيب ورمال ذهبية وسماء تضيئها نجوم لا تعد، تجعل الزائر يشعر بعظمة الكون وسكينة الروح. ولا يمكن الحديث عن جمالية المغرب دون ذكر مدنه العتيقة، ففاس بممراتها الضيقة وروائح الجلد والتوابل تنقلك إلى قرون مضت، ومراكش بحمرتها وساحاتها الصاخبة تمزج بين الحياة التقليدية والنض العصري. أما شفشاو المدينة الزرقاء فهي قصيدة هادئة كتبت على جدران الجبال تبعث الطمأنينة في النفس قبل العين. جمالية المغرب تتجلى أيضا في معماره الأصيل. الزليج المغربي بنقوشه الدقيقة وألوانه المتناسقة ليس مجرد زخرفة، بل فلسفة جمالية تعكس حب النظام والتوازن. الأقواس، الصوامع والرياضات التقليدية تحكي عن حضارة احترمت الجمال وجعلته جزءا من الحياة اليومية. ثم يأتي الإنسان المغربي ليكمل هذه اللوحة بلباسه التقليدي ولهجته المتنوعة وكرمه العفوي، يعكس روح بلد متعدد الهويات موحد القلب. في الأسواق، في القرى، في المدن تجد الابتسامة حاضرة والحكاية جاهزة، والشاي بالنعناع رمزا للضيافة والدفء. أما المطبخ المغربي فهو جمال يتذوق قبل أن يوصف، أطباق تحمل تاريخا وروائح تختصر حضارة، من الكسك إلى الطاجين، ومن الحريرة إلى الحلويات التقليدية، كل لقمة تحكي قصة أرض وشعب. جمالية المغرب ليست فقط فيما يرى، بل فيما يحس. هي إحساس بالانتماء، بالعمق وبالهوية. بلد استطاع أن يحافظ على أصالته وهو ينفتح على العالم بثقة واعتزاز. لذلك فالمغرب لا يزار مرة واحدة، بل يعاش ويظل حاضرا في الذاكرة كجمال لا يبهت مع الزمن.